طفل بيتولد في السجن، الأم خلصت على جوزها بسبب خيانته ليها، ولما يكبر الطفل بياخدوه منها. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الآخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. أونج بتولد في سجنها ولد اسمه مينو، ولما يبقى عنده سنة بيكون كل المسجونات والشرطية ايون بيحبوه، وبتصورهم في عيد ميلاده الشرطية ايون بالرغم ان الكاميرا والصور ممنوعين. وبتوصل مأمورة السجن الجديدة هنا، ولما بتلاقي ان في كاميرا والصورة بحاجات المساجين بتقطع الصورة وبتاخد الكاميرا تكسرها، وبتكون معاملتها قاسية جدا معاهم. وبيوصل لهم مسجونة جديدة اسمها سوجين، اللي اول ما بتشوف مينو يقرب منها بتزقه وبيقع، وهونج بعدها بتهجم عليها وتضربها. وبتفتكر هونج سبب سجنها لان جوزها كان بيعتدي عليها وهي حامل، وهي بتخلص عليه بالغلط. وبيكون في مسجونة اسمها كيم، وبتكون اقدم واحدة فيهم، واللي مش بيجيلها جوابات خالص من بره السجن ولا حتى زيارات، بالرغم ان ليها بنتها بره. ولما بتروح علشان تكلمها هي في التليفون بتقفل السكة في وشها. وبيوصل المفتش وبيشوف مينو، بيعرفه انه كبر خلاص وقرب على سن التبني ولازم يسيب امه. بتطلب منه هونج انهم يعملوا فريق غناء للمسجونات، وبالرغم من اعتراض هنا مأمورة السجن بيوافق المفتش على التجربة. وبتحاول هونج تضم كيم لفرقتها علشان صوتها حلو، لكنها بترفض. وبتقعد بعدها تفتكر لما اكتشفت خيانة جوزها ليها وانها قررت تخلص عليه، وده بيكون سبب حبسها. وون بتدافع عنها وان بنتها مش بترد عليها. وبعد كده تتحسن العلاقة بين سوجين ومينو علشان بتدافع عنه، وبتوافق كيم كمان على الفكرة بتاعت الفرقة، وبتبتدي تضم المسجونات. وبتنضم ليهم سوجين اللي بيطلع صوتها حلو جدا وكمان بتعزف، وتبتدي الفرقة تندمج مع بعض اكتر. وبينجح عرضهم المبدئي قدام المفتش. بتعرف هونج بان خلاص في عيلة هتيجي تاخد مينو منها علشان يتربى معاهم، وبتدخل في حالة اكتئاب شديدة هي والمسجونات. لكن كيم بتساندها وبتعرفها ان هو لازم يتربى بره السجن. وبعد 4 سنين بيختاروهم علشان يعملوا عرض في العيد الوطني لكوريا. ويون الشرطية بتبعت دعاوي لكل قرايب الفرقة الموسيقية، وتعرف بنت كيم ان دي احتمال اخر مرة تشوفها. وبتكون هونج نفسها تشوف ابنها جدا، وبيبتدي العرض وهم فرحانين لانهم شايفين اهلهم قدامهم. وبتلاقي هونج ان في طفل راح مسك ايديها، وبيطلع مينو ابنها. وسوجين بتقابل امها اللي كان جوزها سبب في دخولها السجن لانه كان متحرش، وهي خلصت عليه. وبيحضن مينو امه وبيديها البوم صور لسنينه اللي فاتت بعيد عنها. بنت كيم ما بتكونش عارفه ان ابوها كان بيخون امها وانه سبب قتلها ليه. ولما بتعرف بتروح علشان تزور امها، لكنها بتتفاجئ لان كيم هينفذوا فيها حكم الاعدام خلاص. وبتودع زمايلها وهم بيعيطوا وبيغنوا لها الاغاني اللي حفظتها لهم هي. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وما تنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر علشان يوصلكم كل جديد.